قعدوا يشتموا في بتوع الاسطول ويقولوا لهم يا ايدن يا فاشل يا ايدن يا فاشل نكاية فيهم على رئيس وزراء بريطانيا في الوقت. دي القصه الاولى في قاع المدينه. القصه الثانيه اسمها الجرح. والجرح دي بقى برضه احد القصص الغريبه شويه، ان في مركب في قريه المطريه اللي هتعدي البحيره عشان توصل بورسعيد، وفيها 4 كفار قاعدين، والرئيس مش عايز يتحرك بالمركب الا لما تيجي السيده الاخيره اللي هي حاجزه معاهم. فبيقولوا ازاي ده احنا عايزين نسافر ونوصل بورسعيد عشان ورانا 100 حاجه نعملها هناك. فيقولوا لهم انا واعد الست دي ان انا لازم هستناها عشان اطلع معاكم لبورسعيد. وفعلا بتحضر السيده وابتدي المركب تطلع وتتحرك، ابتدوا هم يتناقشوا مع بعض. تبين ان السيده دي ابنها داخل بورسعيد بيحارب الانجليز وما رضيش يمشي عشان خاطر ليه محل هناك وخايف الانجليز ينهبوا المحل. والاربعه اللي قاعدين دول قلت لهم انتوا رايحين تعملوا ايه؟ فقالوا لنا ده احنا فدائيين او فدويه. وهم الحقيقه لا فدويه ولا حاجه، هم كانوا رايحين يعني ايه زي الناس كلها ما بتروح تشوف ايه اللي بيحصل في بورسعيد. وبتتحرك فعلا المركب لغايه لما تصل، وهي بتكتشف ان هم مش فدائيين، فبتقول لهم حرام عليكم ارجعوا عشان امهاتكم ما تحزنش عليكم، وخليكم ايه بعيد عن الحرب وبعيد عن طالما انتم مش مؤهلين لكده. والرئيس بتاع المركب كمان بيقول لهم انتم مش فدائيين لان انا عارف شكل الفدائيين.